السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد الجمع. ولازم قبل مرحلة الجمع ديت أكون عارف العدد الصغير العدد الكبير. ليه بقى؟ لأني أنا بحط العدد الكبير في مخي وبعدين بالصغير على إيدي وبعدين بجمع. تمام؟ يبقى لازم نعرف العدد الصغير والعدد الكبير أو العدد الكبير والعدد الصغير. تمام؟ يعني مثلا زي ما أجي أقول 5 زائد 2، أنا هنا هجمع إزاي؟ لازم أكون عارف إن ال5 هي الكبيرة، هحط ال5 في مخي وال2 على إيدي. بعد ال5 6 7، بعد ال5 6 7، يبقى 7. لما أجي أقول 3 زائد 1، هنحط ال3 العدد الكبير، هنشوف فين العدد الكبير اللي هو ال3، هنحط ال3 في مخنا والواحد على ايدينا. بعد ال3 4. لما اجي اقول 7 زائد 4، هنحط ال7 في مخنا وال4 على ايدينا. بعد ال7 8 9 10 11. يبقى لازم في الجمع ان انا اكون عارف العدد الصغير والعدد الكبير عشان اعرف اجمع بسهولة. تمام؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.